معكم واحد العصير اللي منعش واللي كيجي زوين بزاف، بديل المشروب الغازي هاواي. فكيجي لذيذ بزاف بدون مواد حافظه ومنعش في نفس الوقت. وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم، وهذه هي الوقيته اللي ممكن انكم تحضروه ليكم ولوليداتكم يعني، وتستغلوا في هذه الوقيته ديال الحراره. وكذلك كيف ما كتعرفوا عيد الاضحى على الابواب، وكنستهلكوا بزاف المشروبات الغازيه، فلما لا ما نحضروش بحال هاد المشروبات هادو يعني ونعرفوا راسنا شنو كنشربوا شنو كناخذوا لا لينا ولا لوليدات. فغادي ناخذوا 2 حبات ديال الليمون الحامض، سواء هكا الخضر ولا الصفر ماشي مشكل، ونحاولوا اننا نقشروا غير داك القشيره الفوقانيه. كيف ما كتلاحظوا معي حاولوا ما امكن ما توصلوش لذاك الجلده او القشره البيضاء اللي هي السبب اللي كيخلي العصير ديالكم كيجي مر. فانا عندي واحد كيف ما شفتوا عندي وحده هنايا خضراء وحده صفراء، فكنحاول انني نقشرها غير بالمهل وغير بشويه ونستفد غير من داك القشره الفوقانيه. من كنا نقشروها غير بالمهل وما نوصلوش لذاك القشره يعني القشره البيضاء، حيت هو السبب فاش كيخلي لنا يعني العصير ديالنا كيجي مر. صافي نقشروها غير بشويه حتى يعني كنساليو يعني الليمونه ديالنا او الليمون الحامض ديالنا كامل، وصافي مباشره نبداو نقشروا دابا يعني الحامض ديالنا بكل سهوله. نحاولوا نقشروه مزيان باش ما يبقاش لينا يعني ما يبقاش لينا كاع داك القشره بيضاء. الطريقه اللي غادي نحضرها معكم طريقه اللي هي سهله وزوينه بزاف وكيجي عصير منعش. فراه كيخرج لنا واحد الكميه اللي هي كثيره. في اخر الفيديو غادي تشوفوا شحال الكميه يعني اللي عطاتني. فهنايا غادي نقشر حتى هذه. كنتمنى انكم البنات تجربوها وتردوا عليا الخبر ان شاء الله في التعاليق، وما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات ديالكم. وإلا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه فما تنسوش تشتركوا في القناه تفعلوا جرس التنبيهات باش دائما توصلوا بالجديد. فانايا كنقشر هكاك اولا كنقطعهم هكا على شكل دوائر في الاول باش كيبانوا ليا دوك العظيمات ديالهم. كنزولهم حتى هما راه ما كيديروا لنا المروره في العصير يعني، ولا داك الجلفه ديالهم اللي كتكون هكا حتى هي كنزولها. حاولوا انكم تقشروا الحامض مزيان، قشروه مزيان، وكذلك نقيوه من العظم. الا كان فيه العظم نقيوه مزيان من العظم باش العصير ديالكم ما كتجيش نهائيا فيه المذاق ديال المروره. صافي هنا بعد ما ساليت فانا عندي 2 حبات ديال البرتقال. هنا غادي نحتاج واحد كاس الا ربع من السكر سنيده ولا سكر حبيبات اللي كنضيفهم على هذه القشره هذه، وكذلك كنضيفوا على الحامض. وكنحاول انني يعني نخدمهم مزيان مع بعضياتهم ونخليه هكا في الجنيب ونخليه حتى كيطلق داك الماء ديالو. وغادي ناخذ البرتقال واللي غادي نقشرو. دابا هذه هي الوقيته ديالو، وعلاش لا يعني ما نستغلوهاش ونحضروا هكا عصير اللي هو منعش وزوين بزاف. وانا متاكده حتى من وليداتكم الا جربتوه لهم وعطيتوه لهم غادي يحماقوا عليه وغادي يعجبهم بزاف بزاف. فانا كذلك كنحاول انا نقشروا البرتقال ديالنا مزيان مزيان. هنا من بعد ما ساليت بالتنقيه ديالو فغادي نقطعوها حتى هو على شكل يعني دوائر ولا شرائح، باش الا كان فيه شي عظم نزولو، ولا كانت هكا فيه شي جلفه هكاك في الوسط فغادي نحيدها. يعني كيف ما درت الحامض غادي ندير حتى يعني هذا البرتقال هذا. صافي بهذه الطريقه هذه نحاول انا نقيهم بشويه، واي حاجه غتسبب ليا المروره في العصير نحيدها. فغير هاد المكونات هادو البنات اللي كتلاحظوا معايا فغادي يعني غادي يعطينا واحد العصير اللي هو زوين بزاف ومنعش وكيبرد. خصوصا هكا الا درتوه في الثلاجه من بعد ما توجدوه ديروه في الثلاجه وتخليوه يبرد واحد شويه وشربوه بالصحه والراحه. عرفتوا والله ما تفرقوا هكا بينه وبين شي مشروب غازي ولا هاد هواي. فراه كيجي زوين بزاف كاع، وكتعرفوا شنو كتشربوا وكتعرفوا شنو كتعطيو لوليداتكم. فراه زوين بزاف وعصير اللي هو طبيعي ومنعش في نفس الوقت بدون مواد حافظه.
فهنا الا بغيتو البنات كنخليوه كنتركوه على جنب، نخليوه واحد شويه على ما كيطلق داك الماء ديالو. ومن بعد غادي ناخذ هكا الخلاط الكهربائي ولا الخلاط اللي كنطحنوا فيه العصير صافي، وغادي نفرغ داك يعني داك القشور ديال الحامض والبرتقال وكذلك الليمون، غادي نضيفه كامل في هذا الخلاط هذا. فالصراحه كيعطي واحد المذاق غزال بزاف. غير هاد المكونات هادو كيعطي عصير اللي هو غزال روعه، بلا ما تزيدوا معاه حتى شي حاجه، لا تفاح لا بنان لا حتى شي حاجه، غير هاد المكونات كافيين. فهنايا البنات بالنسبه للماء غادي نضيف هنا غير واحد شويه ديال الماء، ما غاديش نضيف الماء بزاف، غير واحد شويه، وغادي نخلي يعني بحال غادي يجيني مركز. غادي نطحنو مزيان وغير بشويه ديال الماء. غادي نسد عليه دابا وغادي نطحنو. حاولوا انكم تطحنوه مزيان تقريبا هكا واحد الدقيقه حتى لجوج دقائق. ممكن يعني تخدموه يعني بهذا الخلاط الكهربائي، اولا ممكن تستعملوا حتى الهاشوار اللي بغيتو. اللي مهم اننا نطحنوا مزيان هاد المكونات هادو اللي ضفنا. فكنتمنى البنات انكم تجربوها. الى عجبتكم هاد الطريقه هذه نتمنى انكم تجربوها وتخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق. هنا من بعد ما ساليت البنات فغادي نفرغ الخليط ديالي. بضروري خص يكون هكا شي مصفات اللي يكونوا هكا العوينات ديالها يعني واسعين، ما يكونش مثلا شي حاجه اللي هي مضيقه. هنا مباشره غادي نبداو نضيفوا الماء هكا اللي تيكون بارد، ونضيفوه على يعني على داك الشيء، ونبداو نصفيو مزيان بهذه الطريقه هذه. فراه البنات كنوعدكم انه غادي يعجبكم بزاف بزاف، عصير ولا اروع، وفعلا يستحق التجربه كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنايا كنتحصلوا على واحد العصير اللي رائع، وتبارك الله كيعطينا واحد الكميه اللي هي كثيره، يعني تقريبا 3 لتر ديال العصير. راه ما تشرب في الصيف هذا، وخصوصا في عيد الاضحى، فغادي ينفعكم بزاف بزاف. والله المذاق ديالو زوين، وما تفرقوش بينه وبين هاواي او لا يعني شي مشروب غازي اخر. وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديالنا ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائده وكل شيء يستافد من هذه الوصفه ويجربها. ما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات ديالكم. الله يجازيكم بخير، اللي هي اللي كتزيد تحفزني وتشجعني نحط لكم المزيد من الوصفات. فما بقى غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، وشكرا لكم بزاف على حسن المشاهده. بسلام عليكم.